انا اكون موجود وان شاء الله بدايه خير وبدايه تعاون مثمر ان شاء الله لصالح اهل المركز ومدينه السويس. طبعا يعني دايما بنقول احنا على مسافه واحده من جميع الكيانات، على مسافه واحده من جميع الاحزاب، على مسافه واحده من جميع المواطنين، على مسافه واحده من الكل. دايما النهارده رساله جميله وصاله النهارده، يعني بعد نجاح النهارده حماة الوطن في مركز ومدينه سيدي سالم، وزي ما قلنا دايما سيدي سالم دايما متميزه بقياداتها، بشبابها، بابنائها، برجالها، حتى متميزون في كل الاماكن وفي كل المناصب. النهارده حضرتك يعني النهارده رؤيتك النهارده ايه لاهل سيدي سالم، وبتطمن اهل سيدي سالم النهارده، يعني وده يكون اللقاء الاول لاحداث الدلتا، ولكن رساله طمانينه لشعب سيدي سالم العظيم ولشارع سيدي سالم. ان شاء الله احنا احنا كقيادات تنفيذيه وكشعبيين، بتكلم يعني نيابه عن التنفيذيين، وبتكلم اساسا ما فيش بقى ان انا في مقر حزب شعبي كبير وله ثقله. ان شاء الله احنا جميعا في خدمه اهل مركز ومدينه سيدي سالم. ان شاء الله احنا موجودين لخدمتهم، موجودين لتحقيق طموحهم. ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وعند ثقتهم، ونحاول نقدم لهم ما يتمنوه، وده وعد مني وباذن الله، والله المستعان. اشكر حضرتك شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني دي مش هتكون اول مره ولا اخر مره، ولكن ان شاء الله لقاءات حضرتك هتوعدنا ان يكون في لقاءات ان شاء الله مستمره. حضرتك متابعين ان انت موجود في الشارع، موجود في قلب الحدث، يعني كفايه يكفي ان انت في عز المطر، في عز الميه وعز كل ده، والناس نايمه تحت البطاطين، انا اسف، وحضرتك في الشارع بتشيل ميه. حضرتك النهارده يعني في الاسبوع الاول والشهر الاول يعني وضحت بصمه جميله ان انت راجل شارع مش راجل مكتبي. الحقيقه هو ده واجبنا، احنا لا نشكر على واجب. واجبنا ان احنا نكون موجودين وسط الناس، لان احنا من الناس، واحنا يعني وسط اهلنا، ودي احنا بنخدم اهلنا بنخدم نفسنا. فوجودنا في الشارع ووجودنا في خدمه المواطن ده واجب علينا، وهو ليس فضل، هو واجب وليس فضل. فتواجدنا وبنحاول ان احنا نحقق بعض رغبات وطموح اهل المركز ومدينه سيدي سالم. ده فرض علينا وواجب، وبنأديه بمنتهى الحب ومنتهى السعاده لما بنجد ان احنا انجزنا شيء الناس سعيده بيه. ده بيحقق لنا احنا مردود ايضا بالسعاده، وبنحس ان احنا ادينا شيء. تعبنا كله بيزول، تعبنا كله بيبقى ولا حاجه، بيتحول هذا التعب لطاقه ونشاط يدينا حافز ودافع ان احنا نكمل. لما بنلاقي كمان تعاون، وبنلاقي تقدير من اهل المركز والمدينه، ده كمان بيبقى دافع وحافز لينا ان احنا نكمل ونكمل ونكمل لغايه ان شاء الله ما نوصل لنحقق رغبات وامان اهل المركز والمدينه. طبعا مشاهدينا الكرام، هناخد جوله كده في الشارع وننزل نشوف النهارده مع رئيس مجلس مدينه سيدي سالم اللي هو اشرف بدران عمل ايه في الشارع، وهيعمل ايه في الشارع، وهينفذ ايه، وهيشوف ايه، ونرجع لحضراتكم تاني. ابقوا معنا وما تروحوش في اي مكان تاني من برنامج احداث الدلتا. شكرا.